صباح الخير لو تشوف الحلقه دي بالليل، مساء الخير لو تشوفها قبل ما تنام، تصبح على خير. اهلا بيكم في حلقه جديده من سينمانيست. بص انا عامل لك 3 حلقات ورا بعض، يعني حاجه ايه عظمه. كلك نظر بقى معانا، لايك وشير وسبسكرايب على ما الانترو تخلص. يلا تمام. قصة فيلم ذا مينيو بتحكي عن الشيف المشهور جوليان سلوفيك اللي بيقرر يدعو ناس معينة عشان يجربوا المينيو بتاعته في مطعم على جزيرة، ومع الوقت المدعوين بيكتشفوا اللي محدش فيهم هيخرج من المطعم عايش. الفيلم من بطولة أنيا تايلور جوي، رالف فينس، نيكولاس هولت، وإخراج مارك مايلود. لو هنتكلم عن الأداءات التمثيلية فهنبدأ بأنيا تايلور جوي بشخصية مارجو، اللي مع الوقت بتبقى هي حلقة الوصل ما بين الشيف والمساعدين بتوعه والمدعوين في المطعم. تاني ممثل هنتكلم عنه هو رالف فينس. الكاركتر بتاعته كشيف كان عملها بشكل مميز جدا، لان هو طول الوقت محافظ على هدوءه حتى في تحقيق فلسفته اللي هنتكلم عنها قدام. هو ان طول الوقت انت بتفضل توتر منه، وبتبقى شايف اللي فيه كاريزما عاليه جدا. بالذات بتشوف الموضوع ده من المساعدين بتوعه بشكل هو بجد كانه مهيمن عليهم او فارض سيطرته عليهم بشكل كامل. وفي مشاهد احيانا بتحسسك كان في خلفيه عسكريه، كانه هو قائد مش مجرد بس طباخ. وكمان كان بالنسبه لي رالف الاحسن حاجه في ادائه هو تعابير وشه، مش بس في اداء الجمل، تعابير وشه اللي دايما بتبقى هاديه جدا، ثابته جدا رغم توتر الاحداث. وثالث حد حابب اتكلم عن ادائه هو نيكولاس هولت. نيكولاس هولت اللي اداؤه كان مستفز جدا، او الكاركتر بتاعته كانت مستفزه جدا لدرجه ان في بعض الاحيان كانت بتخليك تضحك. مش مستفز اللي هو كان وحش، لا، هي الكاركتر بجد هي بتبقى عايزه تستفزك. اللي انت شايفه هو في حاجات بتحصل طول الفيلم وانت مستني رياكشن الناس كلها مش فاهمه ايه اللي بتحصل، او الناس كلها متضايقه من اللي بتحصل ونفسها تهرب من المطعم. نيكولاس هولت الوحيد المستمتع بالاكل. فدي كانت المشاهد اللي احنا ممكن نقول انها المشاهد بلاك كوميدي، اللي برغم التوتر اللي حاصل طول الفيلم انت بتضحك. الفيلم اغلب مشاهده كانت بتتصور في لوكيشن واحد، واللي هو المطعم اللي كان متقسم بالظبط لجزئين، جزء زي ما قلنا الشيف والمساعدين بتوعه، والجزء المدعوين، او زي ما الفيلم قسمهم طبقتين، طبقه الجيفرز والتيكرز. ودي حاجه هنتكلم عنها قدام. ورغم ان ده كان شيء صعب انك تصور اغلب مشاهد فيلم في لوكيشن واحد، الا ان ما كانش فيه اخطاء بنسبه كبيره قوي. وده حصل عن طريق هروب ذكي بالكاتس والتنقل بين الشخصيات، خلاك ما تزهقش. كمان الكاتس مخليه ان الشخصيات يبقى ليها مده ظهور مناسب على الشاشه، يعني مش هتلاقي ان في شخصيه بتتنسي او ان في شخصيه ظهورها بيجي على حساب شخصيه تانية. كمان البرويق اللي في الخلفيه، الحوارات ما بين الناس وبعضها في الخلفيه، اللي خلى الموضوع واقعي بشكل كبير، برغم ان من غيرها كان الفيلم ممكن يتحول لشكل واخراج مسرحي. والمخرج كمان قال ان كان في جمل كان الممثلين بيرتجلوها اون سيت، برغم ان ده شيء صعب جدا وكان ممكن يعمل ركورات كتير جدا للفيلم. كان بالنسبه لي ذكاء من الممثلين انك عارف الشخصيه بتاعتك كويس جدا، عارف هي لما ترتجل ايه الحوارات اللي ممكن تتكلم فيها، وفي نفس الوقت انها ما تغطيش على المشهد الرئيسي. الفيلم قسم نفسه لشابترز، مع كل وجبه بتتقدم في المنيو. مع كل وجبه او كل شابتر الاحداث بتتصاعد اكتر واكتر حتى اخر طبق في المنيو، اللي اتعمل بشكل ارتستيك جدا. بالمناسبه فكرني بفيلم ميدسومر. الفيلم ببساطه ممكن نقول اللي هو بيتكلم عن تحول الشغف لهوس، وان محاوله الوصول للكمال وارضاء المستهلكين بتحول الفن لماده استهلاكيه. كان في ريفيو بيتكلم عن الفيلم ما كانش لازم عن اندستري الطبخ، ان مش هو ده اساس الفيلم، يعني كان ممكن يستبدله بالفيلم اندستري، وكان يبقى بدل ما يبقى شيف كان ممكن يبقى مخرج او مؤلف، والمدعوين في المطعم كانوا ممكن يبقى جهه انتاج وناقد مشهور زي مثلا او لو ان فاكس. يعني كنتش احب اموت بصراحه يعني. وده لان الشيف عنده فلسفه كده فكرتني بفيلم 7 شويه، ان في خطايا في نظر الشيف تستحق انك تموت او تتعاقب عليها. وبرغم اختلاف الشخصيات اللي تم دعوهم من الشيف، ان العامل المشترك ما بينهم ان هم كلهم بشكل ما جردوا الفن وما بقوش بيقدروه، وبقى بالنسبه لهم بس الطبخ ما هو الا سلعه عايزين منه تاني وتاني وتاني. عشان كده الشيف قسمهم لطبقتين، طبقه الجيفرز وطبقه التيكرز. انا بالنسبه لي كنت شايف ان في عيب واحد في الفيلم، وهو ان ما جاوبش على معظم الاسئله اللي كانت عندي. بس بعد ما فكرت تاني لقيت ان الفيلم عملها بذكاء جدا، ان اكشلي هو في بعض المشاهد قال لك الموضوع ده بشكل ما، انك محاولتك انك تفهم كل حاجه او انك تحاول تمنطق كل شيء، ده في حد ذاته كان بالنسبه للشيف خطيئه، وان ده كان بشكل ما بيجرد الفن في الطبخ. وبس في النهايه الفيلم كان جوسي والنهايه كريسبي، والابطال على راي دونس صاحبي مارشميلو. تجربه اديها 9 من 10. شاوت اوت لرخ صاحبي، عشان انا كنت عايز اعمل حلقه وكنت محتار ما بين فيلمين، وده هنت بالمناسبه اللي انا في فيلمين هعمل عنهم حلقات قريب، وهو اللي رشح لي الفيلم ده. شاوت اوت كمان اخير لشريف صاحبي. شريبوي بحبك. نفهم ايه بقى احنا بالشاوت اوت ده كله؟ كن مثل رخ، وحاول في الكومنتس تكتب لي افلام تحب ان احنا نتكلم عنها. ستي سيف، سلام. وحي فتحي وام جمعه عم عبده وابن سمعه قلب الصبي واللي من فلوسي مش لاقيين.